السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم. اليوم موضوعنا عن بعض الأشياء التي تحصل في المواطن والذي يشوفه المواطن. في مثل يقول: لا تبكي على من مات، ابكي على من خف عقله. أولا احنا ما نبكي على الذي ماتوا، ندعي لهم بالرحمة أول شيء، الله يرحمهم بسكن عظامهم الجنة يا رب. بس نبكي على الأطفال الذي عندهم الأمراض المزمنة، وعلى الرجال الذي مصابين والذي ما يقدروا يقوم الواحد من كرسيه أو من مكانه، من إيش؟ من الإصابات ومن الأمراض الذي يحصل فيها. هذا هو المواطن اليمني الذي يعاني منها. أما المسؤولين حقنا، بعض المسؤولين الذي جالسين يترفهوا وعايشين في مكانات عالية وفي فنادق وفي سيارات، يعني يشيلوا في سيارات فخمة من دولة لدولة، والمواطن يتجعجع ولا همهم شيء. وبعض الأشياء التي تحصل في اليمن، أنا أقول ربك كريم يفرجها الله. مهما صبر، مهما تجعجع المواطن، ما معاك إلا تدعي وترفع يدك ويدعى على الذي ظلمك والذي يأكل حقوقك. تحياتي لكم.